ازيكم شباب، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي تشغلوا النت مجانا بعد ما الباقة تخلص. كملوا معايا الفيديو لحد الاخر عشان اوريكم الطريقة كاملة وازاي بتشتغل. اول حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك للقناة. مبدئيا كده انا عامل الطريقة دي عشان لو حد الباقة بتاعته خلصت ومحتاجه في الشغل او الدراسة، ممكن لعب بس مش هينفع للألعاب اللي هي بتحتاج سرعات كبيرة شوية زي ببجي او فري فاير، ممكن يبقى فيه لاج في النص. وطبعا انا مش مسؤول ان النت يستخدم في حاجات تانية. المهم نخش على الموضوع على طول. هشرح ازاي الموضوع ده بيشتغل. انت بتبقى مشترك في باقة عادي جدا، مثلا 140 جيجا. 140 جيجا دي الباقة الأساسية، بيبقى في معاها 10 جيجا دي المواقع الحكومية. في الفيديو ده هوريك ابلكيشن كل اللي هو بيعمله النت اللي انت بتستخدمه يبين للشركة ان انت اكنك بتستهلك من ال10 جيجا اللي هي بتاعة المواقع الحكومية. اعمل معايا الخطوة اول باول وهتشوف النتيجة انت بنفسك. اول حاجة هتنزل الابليكيشن موجود على متجر بلاي. هتستنى ابليكيشن لحد ما يحمل، وبعد ما يحمل ممكن تفتحه عادي بعد ما الباقة تخلص. بعد ما تفتح الابليكيشن هيظهر لك كلام زي كده، هتدوس على علامة الصح فوق، هتظهر لك شاشة بالشكل ده. هتدوس على علامة القلم، هتظهر لك الكونكشن ميثود بالشكل ده. هتدوس على default method، هتدوس على custom method، هتدوس use SNI host. هتكتب الرابط اللي انا هكتبه لكم دلوقتي. بعد ما تكتب الرابط هتدوس علامة السيف. بعد كده هنا هتدوس start. بعد كده هنا هتدوس اوكي وتستناه عبال ما يحمل. بينقلك احسن سيرفر ممكن تشتغل عليه. بعد كده لما تظهر لك دي هتدوس في اي حتة تانية. طبعا ده بوقت معين، عايز تزود الوقت هتدوس على علامة الخضراء، وبعد كده هتدوس واتش تتفرج على اعلان. وطبعا لو في حاجة حرام حط الموبايل على جنب لحد ما اعلان يخلص، بعدها اقفله. لو حبيت طبعا تغير السيرفر ممكن تدوس عليه. زي ما انت شايف في سيرفرات كتير ممكن تختار منها، كل ما الإشارة تبقى خضرا كل ما يبقى أحسن. أنا مثلا هختار UK2. طبعا الكلام ده ممكن يشتغل ك VPN عادي. لو عايز توقفه هتدوس ستوب. وبس كده، هي دي الطريقة. في كذا حد سألني عن الطريقة دي كام سؤال، يعني مثلا لو النت لسه مخلصش والواحد فعل TLS tunnel ايه اللي هيحصل؟ هو في بعض الأقوال قالت إن هو بيسحب من 10 جيجا عادي، وأنا لما جربت الموضوع بنفسي لقيت إن هو استهلك من باقة عادي جدا. تاني سؤال، هل الابليكيشن موجود على البي سي أو الآيفون؟ للأسف لأ، بس لو في حد يعرف ابليكيشن بيعمل زي TLS tunnel للبي سي والآيفون ياريت يكتبلي في الكومنت. تالت سؤال، هل أنا أقدر أشتغل بالابليكيشن ده ك VPN؟ ينفع. دي أسئلة اللي أغلب الناس سألتني عنها. لو حد عنده سؤال تاني يكتبلي في الكومنت، وجربوا الطريقة واكتبولي في الكومنت الطريقة دي نجحت ولا لأ معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملولي لايك واشتراك للقناة.